السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بالنسبة للناس اللي هي أصلا بتربي البط سواء بلدي أو مسكوفي وبيطلع عندها بينام وبيطلع. الناس دي كده كده عارفة قد ايه الخير اللي بيبقى موجود من ورا البط ده. طيب، الناس اللي أصلا ما بتربيش وما تعرفش الكلام ده، إحساس حلو جدا لو ربيت بط بلدي أو بط مسكوف ونام عندك وطلع. بصراحة يعني إحساس جميل جدا، وفي نفس الوقت هو فعلا بيملى لك البيت خير. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن ترقية البط البلدي والبط المسكوف، إزاي تخلي البطة البلدي أو البطة المسكوف تنام حتى لو هي أول مرة عندك فمش متعودة ومش عارفة إزاي تخليها تنام وتطلع لك البيض بتاعك. وإن شاء الله نسبة العادم أو نسبة البيض اللي هيبقى فاسد عندك هيبقى بسيطة جدا إن شاء الله. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه ان شاء الله اول ما البطه بتاعتي بتبتدي انها تبيض، تمام، ببدا ان انا اجهز لها مكان اعودها ان هي تروح تبيض فيه، وده اساس ازاي اخلي البطه عندي تنام. يعني دي اهم حاجه واول خطوه تخلي البطه عندك تنام على البيض ان شاء الله. فاول ما البطه بتاعتي بتبتدي تبيض ببدا ان انا اجهز لها مكان البطه تتعود انها تروح تنام فيه وتبيض البيضه دي، تمام كده. بظبط لها المكان بتاعها بجهزه زي ما انتم شايفين. اول حاجه بنفرش تبن او نشاره اللي موجود، يعني عندك تبن عندك نشاره اللي متوفر عندك افرشه في الارضيه عشان البيض ما يبقاش على الارض يتكسر منك ولا حاجه، تمام. وبعد كده بجيب شويه قش وافرش القش ده حواليه كده بحيث ان انا اعمله زي قرص او دايره، عشان البيض بعد كده هيتحط في ايه، في وسط الدايره دي البطه نفسها هتنام وهتظبط القش وتلفه تعمل زي قرص كده تحط فيه البيض بتاعها عشان تعرف تنام عليه، تمام كده. طب لو انا عملت المكان ده وجهزته لكن البطه ما بتروحش تنام فيه، فانا باجي كل يوم بالليل بعد المغرب كده واقوم واخد البطه بتاعتي منيمها في المكان، هي كده كده الدنيا بتبقى ضلمه فما بتشوفش انها تقوم منه ولا حاجه. تبيض البيضه بتاعتها والصبح بدري بسيبها تطلع للدكر تاني عشان الدكر يخصبها، تمام، بس مش اكتر من كده. وهي واحده واحده هتتعود على المكان ده، تمام. طيب البطة بتبيض لها من 10 بيضات ل30 و35 بيضة، يعني ممكن توصل لحد 35 بيضة كمان. طيب هل أنا هسيب كل البيض ده تحتها تروح تبيض عليه كده؟ لا طبعا مش هينفع، البيض هيفسد معايا وهيبوظ. أنا بعمل إيه؟ أنا بدخل البطة زي ما قلت لكم تبيض مكانها، وباخد البيضة بتاعتي أشيلها في مكان رطب، مكان يكون كويس درجة حرارته كويسة، درجة حرارته تكون أقل من 30، تمام كده. لحد ما يبدأ يظهر عندي العلامات بتاعة البطة إن البطة خلاص عاوزة تنام. إيه هي العلامات دي؟ اول حاجه قدامكم زي ما انتم شايفين كده الاخراجات بتاعه البطه بتبدا انها تبقى سايله وخضرة قوي او سودة او غامقه، بتبقى سايله وزي البزقه كده بتخرج نطر كده، تمام. دي اول حاجه، وبيبقى لها ريحه وحشه. الحاجة التانية إن البطة نفسها كمان بتخف، تيجي تمسك البطة تلاقيها نشفت خالص وعضمت وخفت. دي حاجة. وجسمها كمان بيبقى سخن، يعني هي بتخف وزنها بيخف، أما تيجي تشيلها تلاقيها نشفت وعضمت خالص وجسمها بيسخن. دي حاجة. الحاجة كمان علامة كمان تلاقي البطة إيه؟ أتبت ازاي، شوف زي ما انت شايف قدامك كده في الفيديو. رفعت جناحاتها لفوق والريش مرفوع لفوق، خلاص هي خمت عاوزة تنام، دي احنا بنقول عليها خمت يعني خلاص عاوزة تنام على البيض. يبقى العلامات ديت بتبين لك ان البطة خلاص هتقطع بيض، خلاص هي في اخر البيض بتاعها هتبطل تبيض وعاوزة تنام على البيض بتاعها. اول حاجة الاخراجات بتاعتها بتبقى سايلة ولها ريحة ولونها متغير. الحاجة التانية البطة نفسها بتخف ودرجة حرارتها بتعلى، وكمان بتبدأ إنها تخم وعاوزة تنام، تمام. اه الحاجة كمان تانية بتسمعها صوت البطة زي ما انت سمعت كده إنها بتصرص، بتعمل زي صوت الكتكوت. يعني البطة في الطبيعي بتبح زي الذكر شوية، لكن هي لما بتيجي عاوزة تنام تلاقيها بتصرص زي الكتكوت كده، تمام. طيب لما تعمل كده، لما البطة تعمل كده وتبدأ تبان العلامات ديت، أنا هعمل إيه؟ هجيب بقى البيض بتاعي اللي انا اصلا كنت مجمعه زي ما قلت في مكان يكون درجة حرارته كويسة، اطلع البيض ده كله لو انا حاطه في علبة ولا اي حاجة، واجيب جردل زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه قدامكم اهو، جردل، واحط فيه شوية مية على شوية كلور. الغطا بتاع ازازة الكلور ده بملى بس غطا على شوية مية قليلين في الجردل كويس كده، واحط البيض كله زي ما انا بحطه قدامكم اهو، البيض كله في قلب الجردل واغسله كويس جدا بالكلور، بالمية بالكلور ديت. وبعد كده باخده بنشفه واحطه تحت البطة زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين البطة عاملة ازاي؟ خدوا بالكم لان البطة خلاص اتعودت على انها تبيض هنا على طول، فخلاص عارفة ان ده مكانها. حتى بصوا هي خلاص نات فارشة اهي بتجهز ان هي تنام في المكان ده، الريش بتاعها واقع على القش اهو، مجهزة لنفسها ان هي هتنام على البيض في الحتة دي.
باجيب انا بقى البيض بتاعها ده وبنشفه، بجيب فوطة نضيفة بمسحه كويس بالراحة كده وانشفه وارصه لها تحتها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. طيب انا كده خلاص رصيت البيض للبطة عشان البطة تنام عليه. هل كده خلاص البطة هتنام؟ لا، وخاصة لو كانت البطة دي أول مرة تبيض ممكن تبوظ البيض بتاعها، ممكن كل شوية تقوم من عليه تلاقي البيض كله زرق وخلاص هيترمي أو ما يطلعش حاجة. يعني ممكن واحدة تحط 30 بيضة تحت البطة ما تطلعلهاش إلا 3 بطات ولا بتاع. طبعا الكلام ده أنا هعرفكم بعد كده في فيديو جاي إن شاء الله إزاي نكشف على البيض ونعرف البيض اللي فيه جنين من البيض اللي ما فيش فيه عشان نخلي البطة تطلع البيض كله بإذن الله. طيب هل هي كده هتنام على كده ومش هتسيبه؟ لا، أكيد البطة ممكن تقوم وتسيبه. طب أنا هعمل إيه عشان أخليها ما تسيبوش؟ بعد ما برص البيض زي ما أنتوا شفتوا كده، بطلع البطة على البيض بتاعها وبجيب سبت أو قفص طماطم، سبت من اللي هو بتاع الخضار، الحاجات دي كلها. بص انا عملت ايه، حطيت السبت قلبته على البطه وحطيت فوقه طوبه على اساس ان هي لما تقوم وتتحرك وكده ما تزقوش توقعه من عليها وتطلع من فوق البيض. تمام كده. هسيب السبت بالطريقه ديت على البطه ومش هشيله خالص غير الصبح بدري، بشيل السبت ده تقوم تاكل، واول ما تاكل ازقها تاني ادخلها واحط عليها السبت، واخر النهار المغرب ان شاء الله في ميعاد الاكل برضه اخرجها، اشيل السبت من عليها اخرجها اسيبها تاكل وتشرب، وبعد كده ادخلها تاني في مكانها على البيض واحط السبت. الكلام ده هستمر فيه ان شاء الله اسبوع بالكتير 10 ايام، هي خلاص هتتعود مش هتقوم من على مكانها تاني. حتى لو شلت السبت هتلاقيها قاعدة على البيض، ولو رحت هناك هي هتضربك بنفسها. وانا هوريكم الكلام ده ان شاء الله دلوقتي حالا. هتشوفوا البطه وهي يعني بتزقك وبتضربك مش عاوزاك تقرب من البيض بتاعها، خلاص ده عيالها الوقت خلاص. بصوا بعد 4 5 ايام البطه عامله ازاي. انا شلت خلاص السبت من عليها، السبت جنبها اهو، ولا بقيت بحط عليها ولا حاجه. بطه ما شاء الله نايمه على البيض بتاعها، ما بتتحركش، ولو رحت جنبها فعلا هتضربك خلاص. يعني لو رحت جنبها فعلا هتضربك خلاص. تمام. بحط لها العلف بتاعها والميه، هي بعد كده بتقوم من نفسها لو جعانه بتاكل وبتشرب وتروح تنام على البيض. تمام كده. لو عملتوا زي ما احنا عملنا كده ان شاء الله في ترقيد البط عندكم، بالتأكيد ان شاء الله البط بتاعكم هينام كويس ومش هيسيب البيض وهيقوم، لانه خلاص اتعود على كده. حتى لو اول مرة ينام هينام وهيحافظ على البيض بتاعه وهيطلع لكم ان شاء الله نسبة كبيرة من البيض. مش هيبقى في عندك عادم في البيض ولا كده. ان شاء الله الفيديو الجاي بالنسبة للبط هعرفكم ازاي تعرفوا البيض اللي فيه كسر او في جنين والبيض اللي ما فيهوش، بحيث ان احنا نشيل البيض اللي بايظ من تحت الامايه عشان نخليها تطلع البيض اللي فيه جنين كله ان شاء الله. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.